حواوشي اسكندراني مفيش أطعم ولا أسهل من كده. عملته سادة وعملته كمان بوش بيتزا عشان اللي بيحبه بالجبنة. هبدأ بالعجينة عشان أسيبها تخمر على ما أحضر اللحمة. دول 3 كوبايات ونص من الدقيق، عليهم نص معلقة ملح. هجيب كوباية من المية الدافية وأحط عليها معلقة كبيرة من الخميرة ومعلقة كبيرة من السكر. هقلبهم واسيب الخميرة تتفاعل لمدة 5 دقايق، واحط على الدقيق معلقة صغيرة من الخل ومعلقتين كبار من الزيت. هحط المية على الدقيق وابدأ اعجنهم، والكمية دي اخدت معايا كوباية ونص من المية. المهم ان احنا بنزود المية حبة بحبة لحد ما العجينة تبطل تلزق معانا. وطبعا كمية المية دي بتختلف على حسب نوع الدقيق. بعد ما تبطل تلزق معانا هحطها على البلانشة واعجنها لمدة 10 دقايق على الأقل، لغاية اما اوصل لعجينة ملساء خالص. وبعدين هحطها في بولة واغطيها بستريتش واسيبها لمدة ساعة. عشان احضر حشوة الحواوشي عندي نص كيلو من اللحمة المفرومة وعليهم بصلاية كبيرة مفرومة. والتوابل معلقة صغيرة من الملح، نص معلقة فلفل اسود، ربع معلقة بهارات، ومعلقة صغيرة من الهريسة. هخلطهم كويس قوي ودي كده الحشوة. بعد ساعة العجينة كانت خمرت، هشيل الاسترتش وافضي منها الهواء والم العجينة. ولو حسيتوا انها بقت طرية معاكوا شوية بعد ما خمرت، ممكن ترشوا رشة دقيق عشان تعرفوا تتحكموا فيها. بعدها هقسم العجينة ل6 كور متساوية، وهرش رشة دقيق على البلانشة وابدأ افرد واحدة واحدة بسمك رفيع. كل 2 من الكور دي هيعملوا لي رغيف حواوشي. ولما اوصل للسمك ده هحط اللحمة المفرومة وافردها على الرغيف. وبعدين هجيب الكورة التانية اللي انا فردتها بنفس السمك وهحطها فوقيها وابدأ اقفل الجناب. وتقفيل الجناب بيكون باني اشد من الطبقة اللي تحت والفها على الطبقة اللي فوق. ممكن تسووها زي ما هي كده بنفس الشكل، او ممكن تقلبوها في صينية زي ما انا عملت عشان التقفيلات دي تبقى من تحت فما تبانش. بحطها في الصينية وبضغط عليها شوية عشان لو كانت لمت ترجع تفرد تاني. وعشان الوش يبقى لونه حلو بدهنه بلبن وبحط عليه حبة البركة وسمسم، وبضغط عليهم شوية. ولو انتوا عايزينها بقى بوش زي البيتزا، بدل خطوة اللبن والسمسم هتحطوا عليها الموتزاريلا من فوق. وعلى نار عالية بقى لمدة تقريبا تلت ساعة، هتلاقوه اتنفخ كده وخد اللون الرهيب ده. ولو بتحبوه طري، أول ما يطلع من الفرن غطوه على طول. بصوا بقى جماله كده بعد ما استوى، بجد رهيب. ولا بقى اللي واخد وش بيتزا ده تحفة وبيمط كده. لازم تجربوه بقى وتقولوا لي رأيكم.